رئيس نادي الزمالك دايما بيطلع يقول ان انا ذكر وان انا اسد. انا ما اعتقدش ان في ذكر او اسد يخوض في حرمات الناس. ما شفناش ده. البلطجيه نفسهم بيخوضوا في بيوت الناس وفي حرمات الناس. انا اعتقد ان الجو ده بيبقى لا، ده مش جو ناس اسود زي ما احنا بنقول. ممكن زوجة الاسد تعمل ده، انما مش الاسد اللي يعمل ده. مرتضى منصور وغير مرتضى منصور يعلموا جيدا مين الوطني ومين اللي مش وطني. الموضوع ده احنا مش هنتكلم فيه لان هي الوطنيه مش محتاجه مزايده. وانا هفكره بس بحاجه بالنسبه للوطنيه دي. في سنه 2012 لما حب يتهرب من دفع المستحقات اللي عليه للاعبين، هو بعت خطاب للفيفا والخطاب ده موجود واظن الناس كلها تقدر تطلعه وتجيبه، وقال ان انا مش قادر ادفع لان احنا عندنا حرب اهليه فبالتالي انا مش قادر اسدد. يبقى هنا بس يشوف مين، والخطاب ده طالع من نادي الزمالك على فكره، يشوف مين اللي بيصدر المشاكل للبلد. احنا الحمد لله بلدنا بنخاف عليها، احنا الحمد لله